السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ النهارده جايين مع بعض في فيديو جديد. بس قبل بداية الفيديو نصلي على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اهله وصحبه اجمعين. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ وحشتوني كتير. باذن الله هتستفادوا معايا، بس عايزاكم كده تشتركوا لي عشان يوصل لكم كل جديد مني، وتكتبوا لي كومنت حلو عشان افضل مستمريه معاكي دايما. طبعا عشان ايه؟ افضل مستمريه كده ومتشجعه بيكي بالكومنت الحلو بتاعك. طبعا لو انت عندك اي سؤال اكتبي لي في الكومنت وباذن الله هرد عليك. زي ما انت شايفه كده عندي البط بقى ما شاء الله زي الفل. حبيت ان انا اعمل له وصفه كده عشان ياكل كتير ويبقى عنده فتح شهيه، وفي نفس الوقت كل حاجه من بيتنا، وفي نفس الوقت يعني اقل حاجه بنقدمها للبط ما تكلفناش. يعني بنأكلهم الوجبة كده بدون ما تكلفنا، ويبقى عندنا البط يزيد وزن ويرمي معانا لحم كده، ويبقى البطة كده من 6 كيلو ل 7 كيلو. فالوصفات ايه؟ كل حاجة من بيتك، ما ترميش اي حاجة في بيتك. طبعا النهاردة وصفتنا حلوة كتير للبط بتاعنا. في ناس احيانا بترميها وما تعرفش فوائدها، ففوائدها حلوة جدا جدا. وطبعا كل بيت بيجيب الوصفة بتاعتنا ديت او الاكلة ديت ممكن مرتين في الاسبوع. فما شاء الله اما ناخدها كده بدل ما نرميها نستفاد بها كده للطيور عندنا. هتخلي معانا البط بحجم حلو، وفي نفس الوقت البطة تبقى يومها بيومين وتتحول ما شاء الله. وزي ما انتم شايفين كده طبعا عندي البط حلو جدا جدا، اللهم بارك كده. ما شاء الله كلهم بصحة جيدة، حيوية ونشاط ومفيش اي تعب. طبعا لو انت عندك بطة كشة، انا ببتدي ان انا اعرضها للشمس كده ربع ساعة عشان ايه؟ تأول الشمس يأول عظام كده، بيشيل اي التهابات في المفاصل. في المفاصل فبيشيل اي التهابات كده بتكون عندهم، او اي بطة كده عندها كساح لازم تعرضها للشمس وتكون الفرشة تحتها نظيفة. وتبيتيها برضو، ما تبيتها كده ايه؟ تجيب لها نشاره او قش يعني، وتنيمها كده ايه؟ تفرش لها كده تحتها كده كل ليله، وباذن الله الكساح هيروح مع الشمس مع علاجات. طبعا تجيبها من عند البيطري. ممكن تحط لها برضو الكركم مره كده في الاسبوع، ومره كده في الاسبوع. طبعا الكركم حلو جدا جدا في فتح شهيه، وفي نفس الوقت حلو جدا جدا للعظام. بيشيل اي التهابات كده في المفاصل، بيشيل اي التهابات كده في العظم، وفي عنده كده، وبيخلي معانا البطه زي الفل. طبعا زي ما انت شايفه كده بيشيل اي التهابات زي ما انا قلت لك. فحبيت ان انا اعمل لهم بقى كده الوجبه ديت على الاكل، كان احنا جايبينها النهارده. فطبعا حبيت ان انا بس اقول لكم شويه معلومات. ولازم برضو نهتم بالطيور بتاعتنا عشان تبقى معانا بصحه جيده. ولازم برضو ندي البط بتاعنا ميه، يعني نجيب لهم كده ايه؟ ميه كده، نحط على الميه بتاعتهم ليمونتين، 3-4 فصوص توم حلوين جدا جدا، مع برضو معلقتين شاي كده تغليهم، واغليهم كله كده مع بعضه حوالي رتل ميه، عليهم ليمونتين، عليهم 3-4 فصوص توم، عليهم معلقتين شاي كبار، وابتدي نغليهم على النار. وبعد كده بقى ايه؟ حطهم كده للبط، وبعد كده اضيف عليهم برضو حوالي رتل تاني، يعني يبقوا معدل 2 رتل ميه، وابتدي اعملها. ما شاء الله حلو جدا جدا. طبعا الثوم مضاد حيوي، وبيشيل اي ميكروبات، بيقتل اي جراثيم، بيشيل اي حاجه معويه. والاسهال برضو الشاي بيشيل اي اسهالات. طبعا لو البطه اتعرضت لاسهال ما بتشتلش وزن وبتتغير معانا، واي وجبه بتقدميها للطيور بتاعتك ما بتستفاد، الطيور بتاعتك ما بتستفادش طالما عندها اسهال. فلازم ناخد بالنا من الاسهال، لان طبعا لو احنا بنقدم لهم وجبه ما بيستفادوش بها ولا بيتقلوا معانا وما بيرموش لحم. فلازم البطه تكون بصحه جيده ويكون ما فيش عندها اي حاجه مشاكل معويه. بالتالي كده لما بيجي نقدم لهم الوجبه بتاعتهم بتلاقيهم ما شاء الله بياكلوا معانا، ويومهم بيبقى بيومين وبيرموا معانا لحم. وبتيجي توزن البطه كده بتلاقيها فرقت مع الوجبه اللي انت بتاكليها. يعني كل ما بتاكليها 2 ولا 3
بعد 3 ايام توزنيها كده بتلاقيها فرقت معاكي واشتلت وزن معانا. تمام. فخدي بالك. والليمون حلو جدا جدا، بيشيل اي ميكروبات، بيشيل اي امراض تجيلهم لا قدر الله. والشاي زي ما انا قلت لك بيقضي كده على الاسهال. وطبعا التركيبه دي حلوه جدا جدا يعني، وفي نفس الوقت فتح شهيه، بتخليهم ياكلوا كتير ويشربوا كتير. فدايما كده بقى ايه، اعملوا لهم الوصفات الحلوه دي، هتخليه البط معاكي زي الفل. تمام. فزي ما انت شايفه كده ما شاء الله كلهم حلوين وبصحه جيده. وتعالى بقى نشوف الوصفه بتاعتنا النهارده اللي احنا بنتكلم عنها. وطبعا بقى ايه، بقدم لهم جميع اي اكل عندي بايظ، اي اكل ما برمجوش ببتدي ان انا اضيفه كده على دش، على كزبه، على رده، على عيش، وابتدي ان انا ادربهم في بعض كده، وتبقى وجبه زي الفل. بتفرق مع البط وبتخليهم يشتلوا اوزان، ويبقى معانا البطه بحجم حلو. تمام. فاهم حاجه ما تنسليش اللايك والاشتراك فضل وليس امرا. ودايما كده صلى على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اهله وصحبه اجمعين. دايما كده صلي وصلي كده على النبي واستغفري، هتلاقي الدنيا معاكي زي الفل، وهتلاقي كل حاجه معاكي ماشيه كده زي ما انت عايزاها. وربنا كده بيدبر لك امورك. فتعالوا نشوف الوصفه بتاعتنا كده النهارده. فيا رب كده وصفتي النهارده تعجبكم وتستفادوا منها. والحاجه اللي انا هقول لكم عليها ديت ما عدتش ترميها، لو انت عندك طيور قدمها لطيورك، وهقول لك ازاي تقدميها. وباذن الله طيورك مش هيجرى لها اي حاجه، هتبقى عندها كالسيوم حديد، ما تخليهمش يبقى عندهم تساقط، اي تساقط كده عند البط ما فيش اي تساقط هيجيلهم. وهتخليهم ما شاء الله هيبقى عندهم حيويه ونشاط، وعندهم اقبال للاكل، وهتلاقيهم معاكي بيسحبوا اكل على طول. تمام. تعال بقى نشوف الوصفه بتاعتنا النهارده واحنا بنتكلم عن ايه. اهم حاجه ما تنسليش اللايك والاشتراك عشان عيلتنا تكبر بيكي دايما، ويا رب كده دايما في الزياده. زي ما انتم شايفين كده اللهم بارك. طبعا الخلطه ديت حلوه جدا جدا. طبعا انا جبت اول حاجه عيش اهو، ده عيش بوشته كده الاول تحت، طبعا عيش مبوشاه. وبعد كده بقى ايه، جبت اي خضروات باقيه عندي، طبعا طماطم، برنجان، بصل، اي بقى البواقي بتاعت البيت، ابتدي اللي انت ايه لمها كده عندك في كيسه. وبعد كده اطلعي كده للطيور بتاعتك، هتلاقيهم ما شاء الله، هتلاقيهم لمتي كميه حلوه مع العلف بقى، هتلاقيهم ما شاء الله الوجبه غذائيه، كلها وجبه غذائيه. اللي احنا بنتكلم عليها بقى النوع ايه، السمك. طبعا السمك المشوي، اما احنا بناكل بقى بيبقى فيه عظم ونصاره وكلام من ده، لازم نلم العظم اللي احنا البواقي اللي احنا مننا العظم ده، ناخد قشر السمك. طبعا احنا بنقشر السمك واحنا بناكل، واللي دماغها والحاجات ديت بنرميها، فطبعا ما نرميهاش، لازم بقى نشيل بقى اي عظم اي حاجه، ونبتدي نجيب قشر السمك ده، القشر السمك ده، ونبتدي اللي احنا نلمه ونتخلص من العظم الكبير او السل الكبير ده. وبعد كده نبتدي اللي احنا نحطه بقى كده على الخلطه بتاعتنا الحلوه دي. ما شاء الله هتلاقي معاكي الوجبه فيها نسبه يعني زفاره، لان السمك معانا فيه نسبه زفاره، فهيخلي معانا الوجبه ديت كلتها نسبه زفاره كده، فهيخلي البط عندنا ياكل كتير وما يبقاش فيه تساقط ريش. لو البط عندك كده ايه بيوقع ريش، ان شاء الله بعد الوصفه ديت مش هيبقى في عنده تساقط ريش خالص. وبقى معانا طماطم وبصل، قشر بصل، ومعانا رز برضو، يعني بواقي الاكل بقى، بواقي الغدا. وشوفوا لانشون، طبعا كانت بنت عامله ايه سندوتشات كده، في اللي عامله لها كده سندوتشات في الحضانه، فاتبقى منها سندوتش، فبلم كل الكلام ده وابتدي ان انا احطه بقى ايه في الوجبه بتاعتي اللي زي العسل دي. طبعا بقى ايه وجبه غذائيه كلتها كالسيوم، كلتها حديد، بجد فتح شهيه. فما تستهونيش بالوجبه بتاعتنا ديت، او ما تستهونيش بالاكل اللي بتبقى عندك، هتلاقي وجبه حلوه جدا جدا للطيور. فيا رب كده الفيديو بتاعي يعجبكم. وده طبعا بصل اخضر اهو طبعا بحالها هي كانت بقى ايه هبتدي ان انا بقى ايه اضربها كده في بعض وارجع لكم تاني. وبعد كده بقى ايه حبيت عشان يعني اخلي بقى الوجبه بتاعتي كده تبقى ملفوفه وحلوه، حطيت لها كده ايه علبه سرس. تمام.
فيعني ايه غيري في الوجبات بتاعتك كده على طول. طبعا انا كنت هحط دشيشه بس لكن الوجبه حلوه قوي النهارده. فانا بقى ايه هخلي الدشيشه والكزبه او الرده للوجبه التانية. فلازم ننوع للاكل بتاعنا، ننوع للبط بتاعنا الاكل. فهتلاقي كل ما انت تنوعي للبط بتاعك او للطيور بتاعتك في الاكل هتلاقيها ما شاء الله بتستفاد من كل وجبه. فهقلب لهم كده وارجع لكم. فما شاء الله زي ما انتوا شايفين كده. طبعا بقى ايه الاكله ديت حلوه جدا جدا، البط معانا هيستفاد منها. طبعا انا بقسمتها كده على طبقين، وطبعا الميه برضو حطها لهم اهيت. وطبعا كده بقى ايه وجبه غذائيه للبط بتاعنا. يا رب كده تكون استفدت مني باي حاجه. واهم حاجه ما تنسليش اللايك ولا الاشتراك فضل وليس امر، وما تنسليش اللايك اهم حاجه. فيا رب كده الفيديو بتاعي يعجبكم. مع السلامه، ما تنسوش اللايك.